القناة الثانية استطاعت أن تحرك دعوة ضد الشيخ عبد الحميد أبو النعيم حفظه الله وسدده، ووزارة الأوقاف والمجلس العلمي مؤسسات دستورية قانونية لا تستطيع أن تحرك دعوة ضد هذا القرد اللعين. لماذا؟ نريد أن نفهم في الوقت الذي تتطاول فيه يد الوزارة على الخطباء والوعاظ وتتعامل معهم بلغة الإقصاء والإبعاد، هذه الوزارة التي لا تعرف حوارا ولا تعرف مناقشة ولا تعرف أي شيء، إنما تعرف إنزال وتوقيف الخطباء. وللأسف أن هذا الأسلوب والله سيذهب بمصداقية هذه الوزارة، وقد ذهب بها. لن يترك لهذه الوزارة أي مصداقية، لأن الناس يلاحظون أن الوزير كلما ندد خطيب بمنكر في المجتمع تستنكره حتى القطط، يقوم هذا الوزير ويوقف هذا الخطيب. ماذا سيفهم الناس من بعد ذلك؟ ويرى الناس أن الإسلام يهاجم، بل ونبي الإسلام يهاجم، وهذا الوزير لا يتحرك. ماذا سيفهم الناس؟ هل تبقى لهذه الوزارة أي مصداقية؟ هل يبقى لها أي معنى في بلدنا؟ أبدا. فاتقوا الله، اتقوا الله أيها المسؤولون، واتقوا الله أيها العلماء، وليتق الله في نفسه أولئك الذين يرون أن الزعامة ويرون أن البطولة والشجاعة هي المساس بمقدسات المسلمين وما يعظمه المسلمون. فحذاري من هذا الأسلوب الهجين، هذا الأسلوب السافل، هذا الأسلوب الساقط الذي لا يخدم الوطن في شيء، وسيجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه، وسيجر البلد إلى دوامة من الصراع لا يعرف مداها ولا يعرف منتهاها إلا الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يهدي المسلمين إلى صراط الله المستقيم، وأن يوفقهم للحق والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.